اسبانيا كانت غلطت ورجعت على الغلطة تاعها، وباش اليوم عمرهم ولا كانوا يظنوا ان الجزائر ترغم عليهم اقتصاديا باش يرجعوا. زعما ما يديهاش فيك، اهضر ولا بعد، يدير الشيء اللي في راسه وتطبق وتسكت. احنا اليوم لا، احنا يمشيو بالحق ولا نثوروا عليهم، وصبحوا ضيعوا معنا 7 ملايير دولار سنويا ضيع عليهم، تكاكاو رجعوا. جددت إسبانيا اليوم تأكيد موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد 3 سنوات على توقيع الإعلان المشترك بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. وأكدت مدريد عقب محادثات جمعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تعد الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل التوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وبحسب وسائل إعلام إسبانية فإن اللقاء الذي جمع بين الوزيرين يكرس الحالة الممتازة للعلاقات المغربية الإسبانية واستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ خارطة الطريق بين الرباط ومدريد. المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عزيزي وصديقي ناصر بوريطة، في لحظة حيث توجد علاقاتنا في أحسن مستواها على مر التاريخ. في هذا اللقاء نحن راجعنا وسيجمعنا أيضا مأدبة خبائر، وراجعنا بالتالي علاقاتنا الرائعة الثنائية بالإضافة إلى المواضيع والمسائل المشتركة في المتوسط وعلى الصعيد الدولي، وتحدثنا عن تحضيرات الاجتماع رفيع المستوى الذي ستحتضنه إسبانيا، والذي يعني لإسبانيا الكثير، وكفرصة لتعميق وتعزيز علاقاتنا الرائعة. والمغرب أيضا يمثل أول وجهة لاستثماراتنا في أفريقيا، وكثير من هذه الشركات الإسبانية رصت عليها يعني مناقصات في المغرب، بما في ذلك إنشاء أكبر محطة تحلية في المياه البحر في أفريقيا، وذلك في الدار البيضاء، بالإضافة إلى القطارات. وشركاتنا أيضا ما زالت تشارك بالنشاط في تنمية المسار التنموي الرائع للمغرب. وهنا وطبعا أيضا على صعيد المدن المجاورة في المغرب والبحر، يعني من البحر الأبيض المتوسط، أيضا عزز علاقاته مع موانئنا. ورئيس جزر الكناري أيضا قام بزيارة ناجحة، وحيث تستشرف عديد من المشاريع. ونشكر لكم معالي الوزير ناصر الحفاوة التي خصصتموه بها. بالنسبة لموقف إسبانيا بالنسبة للصحراء الغربية، هي كما تتجلى في إعلان التي حصل في أبريل 2022، وذلك في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإيجاد حل متبادل. وفي كما تعرفون فإن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الذي تم عرضه المغربي الذي تم عرضه في 2007 أساس معقول وقابل للحياة. عبرت تنسيقية الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي عن إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز الداعمة للاحتلال المغربي. وشددت الجمعيات في بيان مشترك لها صدر الجمعة على أن أي مقترح لا يحترم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي.